السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مشاكل الطيور معانا ما بتخلصش، كل ما اخلص من مشكلة الاقي مشكلة تانية، مش عارفة ايه الموضوع يعني. هو عموما تربية الطيور ما بقاش فيها حظ ولا بقى فيها بخت زي زمان. كانت الناس زمان بتربي على اسهل الاكلات وعلى اسهل كل حاجة، كان الاكل موجود والعلف بتاعهم متاح وكانت الدنيا سهلة. دلوقتي بقت الدنيا صعبة شوية، بس مش مشكلة. بيكون عندنا فراخ وتعبانه لازم نعالجها، ولازم نتابع الفراخ اول باول علشان اي مشكله تظهر فيهم نعالجها في الاول. دايما في البدايه العلاج بيبقى سهل. الفراخ دي كانت عند ماما من زمان قوي. انا ما كنتش متابعاهم، ما كنتش اعرف عنهم اي حاجه، والفراخ دي بقى لها 10 سنين من بدري جدا. فحصل لهم ان هم حصل لهم استسقاء. ابتدى العرض ده يظهر عليهم من فتره قريبه، لما ابتديت انا اتابعهم واصور فيديوهات ابتديت اخد بالي. فكنت عايزه اعالجهم، بس مش عارفه يعني، ما فهمتش المشكله قوي في الاول لان شكلهم كان متغير، بطنهم منفوخه. فجيت في يوم قلت لماما هنذبح فرختين من الفراخ الكبار دول، احنا مش محتاجينهم. بيبيضوا صحيح بس يعني ايه، كبروا قوي، فنذبحهم. بياخدوا نار شويه في السوى لكن بيبقوا تمام يعني. لما ذبحنا اول فرخه منهم لقيت جواها كميه ميه رهيبه، لحمها من جوه مزرق، الاعضاء الداخليه عندها ناشفه ومقدده لدرجه اللي هو الامعاء ناشفه، القنصه والكبده والكلام ناشفين مقددين بمعنى دقيق. يعني انا بوصف اللي انا شفته بالظبط، مزرقه خالص من جوه. طبعا دي ما تصلحش للاكل خالص، اترمت طبعا. التانية كانت كويسه لكن برضو كان عندها استسقاء، كانت بطنها فيها نسبه ميه كويسه يعني. طبعا موضوع الاستسقاء ده هتقولي عباره عن ايه؟ الاستسقاء ده ان الكلى بترشح، ما بتقدرش ان هي تعمل عملها بشكل جيد، فبترشح ميه، الميه دي بتملى البطن عند الفرخه. طبعا ده نتيجه سموم ماليه الجسم، الرئه مش منتظمه، الحركه بتاعتها مش مظبوطه، فده اللي بيعمل الاستسقاء عند الفراخ. طيب احنا عندنا الخمس فرخات دول اكتر. 5 فرخات انا لاحظت عليهم العرض ظاهر قوي، في منهم 2 ظاهر عليهم قوي، والثلاثه يا دوب حاجات بسيطه خالص. طبعا هبتدي العلاج وهقول لكم على علاجي هو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا بس حبيت النهارده ان انا اقول لكم موضوع الاستسقاء ده عباره عن ايه. تابعوني في الفيديوهات اللي جايه علشان نشوف علاجهم ازاي، هنعالجهم ازاي. العلاج عندنا هيبقى بطريقتين، وان شاء الله نلاقي لهم علاج كويس ويبقوا زي الفل ان شاء الله.